السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب ثالثة ثانوي. خلاص المنهج، حان وقت المراجعة. هتجيلي بعد العيد يا باشا جاهز زي ما اتفقنا مع بعض. مراجعة محتاجة شغل مني ومنكم. زي ما اتفقنا هنستلم مع بعض 3 كتب مراجعة. 1 كتاب بعنوان المقاومة. في ايه؟ في افكار كل درس ومسائل عليه، افكار كل درس ومسائل عليه، افكار كل درس ومسائل عليه. وكتاب تاني الافكار المتوسطة بتاع كل درس. طب الكتاب الثالث افكار العليا بتاع كل درس. طب هنقسمهم ازاي؟ تعال اقول لك. بعد ما تيجي تحجز الحصة اللي هي اول حصة في المراجعة، اللي هي يوم الثلاث بعد العيد ان شاء الله او الاربع على حسب هتحضر امتى، هشوف واجب يا مستر انا لسه ما رجعتش. اقول لك، واحنا بنشرح الحديثة كنا عاملين كورس الانقاذ على المنصة عندنا شرح على القديم. فانت اما خدت 3 كتب، كتاب منهم السهل هتيجي حللهولي على الفصل الاول. يعني انت هتيجي حالل في البيت كتاب المقاومة على الفصل الاول، وبعدين هتيجي عندي في الحصة تستلم ايه؟ كود المحاضرة. هتستلم الكود. كود ايه؟ احنا النهارده في اول محاضرة في الفصل الاول هنحل نقول مثلا 120 سؤال. طب حليت انا منهم 80 فاضل 40، هديك كود ليهم وهتستلم مني بوستر على كل فصل، ملخص كل فصل. وبعدين ادي كده كتابين، كتاب انت حله قبل ما تجيلي وكتاب انا حله معاك. طب التالت ده اللي انت هتحله في البيت. خلصنا اول كتاب في الفصل الاولاني والتاني في الحصة والتالت في البيت. تيجي يوم الجمعة عندك امتحان اونلاين على الفصل اللي انت خدته. طيب هتجيلي الحصة اللي بعديها عامل ايه؟ عامل حاجتين. حل الواجب من الكتاب على الفصل الاول، الكتاب التاني انه نص نص، والفصل التاني من الكتاب السهل. يعني هتجيلي بواجبين، وبعدين هتمتحن الامتحان بتاعك على الفصل الاول، وهكذا 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 لغاية 7 محاضرات هنرجع فيها المنهج. هنحل فيهم 3 كتب. تتوقع ال 46 سؤال بتوع اخر السنة دول لما تحل انت 3 كتب هيروحوا فين؟ مش هيروحوا في حته. فاما انا قلت لك طريق 60 انا ما بكدبش. انت اللي هتتعب مش انا 20%، 30 انت 70. جاهز للشغل؟ يبقى استعد من دلوقتي، ونتقابل في اول محاضرة مراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.